بعد إنتاج سكودا فليشيا ونجاحها بشكل كبير وانتشارها القوي في الأسواق، تم تطويرها بإصدار جديد وهي سكودا فابيا. تم إنتاج سكودا فابيا سنة 99 ونزلت بأربع أجيال، لكن إحنا هنتكلم عن الجيل الأول منها واللي استمر إنتاجها لسنة 2007، واصطنعت في التشيك واتجمعت في بلاد مختلفة زي كينيا وأوكرانيا وروسيا. وسنة 2000 كانت سنة مميزة في تاريخ العربية، وده لأنها فازت بأول جايزة ليها كأفضل سيارة في إنجلترا، أما في 2003 فازت بأفضل سيارة في أوروبا. التصميم بتيجي الفابيا الجيل الاول بتصميم مختلف وعصري اكتر من الفلاشيا، فمن الجزء الامامي كشافات مسحوبه للجنبين وفي المنتصف الشبك مع علامه سكودا، واسفل كشافات الاضاءه كشافات شبوره. اما الجنبين بيكتمل التناسق من اول الاكسدام الامامي والجنوط للعتب، وفوق مصددات فبر، وطبعا مرايات مع الازاز الجانبي. التصميم الخلفي للهاتشباك كان مميز وحديث، وبيظهر فيه مدى اهتمام سكودا في انها تطلع عربيه بشكل عصري ومميز، وده اللي بيظهر في كشافات الستوب اللي بيظهر فيها سنه بروز من الصاج، وفي المنتصف علامه سكودا واعلاها زجاج عريض، وفي اعلى نقطه سبويلر دفع. التصميم الداخلي بقى كان مميز بالمقارنه بالعربيات اللي نزلت في وقت اصدارها، فكانت بتيجي مع تابلوه من البلاستيك القوي، وفي المنتصف ساوند سيستم، وقدامهم الكراسي اللي متطعمه بفرش من القماش او الجلد، وده على حسب بلد التصنيع، مع مساحات التخزين اللي هتلاقيها منتشره في العربيه. الفابيا نزلت بكذا نوع موتور ما بين الديزل والبنزين، لكن في مصر نزلت بنوعين موتور. الاول 1200 سي سي 3 سلندر بقوه 64 و53 هورس باور، الموتور الثاني 1400 سي سي 4 سلندر 74 وتعدل بعد كده ل 80 هورس باور انجكشن جر امامي، والمواتير دي كانت مع فتيس مانوال 5 سرعات او اوتوماتيك 4 سرعات، والتعديل شمل اجزاء تانية كانت في الدركسيون مع تعديلات خفيفه في التابلو. ابعاد الفابيا كانت خاصه ومختلفه بشكل كبير عن الفريشيا عشان تقدر تحقق الاتزان وسهوله القياده، فكانت بتيجي بطول 3 متر 96 وعرض متر 65 وارتفاع متر 45 وارتفاع عن الارض 14 سم، مع قاعده عجلات بطول 2 متر 46 وسرعه قصوى 170 كيلو في الساعه، ده مع تسارع في 13 ثانيه من 0 ل 100، مع تانك بنزين بسعه 45 لتر بمعدل استهلاك 7 لتر لكل 100 كيلو ووزن 1130 كيلو، وشنطة خلفية بسعة 260 لتر وبتوصل ل 1016 لتر مع طي المقاعد الخلفية. سكودا فابيا حققت مبيعات قوية وانتشار واسع في أوروبا بعد نجاحها، ده غير الجوائز اللي ذكرناها كأفضل سيارة في إنجلترا وأفضل سيارة في أوروبا، وده نتيجة للمميزات اللي جت مع العربية. أولها الاقتصادية، الفابيا اقتصادية بشكل كبير في استهلاك البنزين بمعدل 7 لتر لكل 100 كيلو للمانوال، وبيزيد نسبيا مع الأوتوماتيك. قطع الغيار، قطع غيارها معمرة بشكل كبير، ده غير ان ليها اجزاء بديلة من عربيات تانية من سكودا، فلو حصل وما لقيتش قطع غيار بسهولة هتلاقيها في عربيات تانية شبيهة. تجربة القيادة، الفابيا بتتميز بتجربة قيادة ممتعة، لكن زيها زي عربيات تانية من سكودا تسارعها بطيء شوية في الطلعة، لكن بعد ال100 بيظهر الاتزان مع السرعات، لكن ما انصحكش تزود عن 120 لان برضو في الاخر وزنها مش تقيل للدرجة اللي تخليها تتقبل سرعات اكبر، لكن في كل الاحوال هتلاقي منها عزل كويس بالمقارنة بعربيات تانية. الشاسيه، شاسيه وصاج العربية قوي ومش قابل للبرومة. التصميم، تصميمها زي ما قلت لك مميز وعصري جدا، ومع التعديل هتفرق كتير.
العائلية. على الرغم ان الفابيا هاتشباك الا انها بتستوعب ل5 افراد، لكن المشكلة هنا طبعا هتبقى في الشنطة الخلفية، غير كده فهي تناسب اسرة صغيرة. الاعتمادية. سكودا فابيا اعتمادية بشكل كبير، وده في حالة انك قدرت تتعامل معاها وتفحصها من وقت للتاني. السعر. لما تيجي تشوف امكانياتها هتلاقي سعرها مناسب جدا بالمقارنة بعربيات تانية من نفس الفئة السعرية. انتشار الفابيا في مصر وبلاد تانية عكس كل التوقعات بتحقيق العربية انجازات وانتشار واسع في اوروبا، فانتشارها في مصر كان محدود، وده نتيجة لعيوب ظهرت مع العربية، اولها قطع الغيار. فبرغم انها اعتمادية ومعمرة الا انها مش متوفرة بشكل كبير، وفي الغالب هتلجأ لقطع غيار بديلة. الصيانة. صيانتها مش سهلة ومش أي صنايعي يقدر يشتغل فيها، لازم يكون حد مختص جدا وفاهم عشان ما يعملكش مشكلة تجيب أعطال تانية. البنزين. للأسف العربية حساسة جدا مع البنزين وما بتقبلش الشوائب، والأفضل ليها بنزين 95. إعادة البيع. إعادة بيعها سيئة للأسف، وده لعدم انتشار العربية في مصر بشكل كبير، لكن وارد تبقى سريعة في حالة اهتمامك بحالتها مع سعرها المناسب. ملخص الفيديو وكلام الكتير عن فابيا الجيل الاول، تشتريها ولا لا؟ الحقيقه انا شايف ان هي عربيه مميزه وتقدر تتعامل معاها ومع عيوبها، وفي حاله ان سعرها مناسب ليك انا رشحها لك انك تشتريها. لكن في حاله انك مش هتقدر تتعامل مع عيوبها ومش هتقدر توفر لها سواء قطع غيار او بنزين نضيف، يبقى استبعد العربيه تماما، لان العربيه ممكن تجر معاك في مشاكل تانية انت في غنى عنها. ده كان فيديو سكودا فابيا الجيل الاول، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.